شوشو. هلا شوشو. هلا حياتي. طبتم طابت ايامكم بالخير والصحة والسلامة متابعين الكرام. طبعا بالبداية شوفتكم اول خطوات لبنتي، وبعدها كنت رايحة للسوق وسوقت مسواق كله عراقي. طبعا اليوم كان كلش مميز وحلو. شوفوا لقيت كرفس. طبعا قبل كم سنة كان ما موجود هيك اشياء يعني عراقية بالاسواق التركية، وخاصة بالمحافظة اللي انا بيها، بس هسه لقيت اشياء كلها عراقية، واليوم مسواقي كله عراقي. حبيت اشارككم هاي الاشياء اللي اشتريتها. لقيت لوبيا همين. طبعا همين ما كان اكو لوبيا ما كان متوفرة، بس مو مثل هذيك اللوبيا مالتنا، اللوبيا هذه الثانية اللي تصير طوال يعني. ولقيت هذا الخيار همينة. ما تدرون قد فرحانة. هذا الطرعوزي هم يسموه هنا اونجور بتركيا. ولقيت هذا الجزر الأسود همينه ما موجود، كان بس الجزر الأصفر. اشتريت وياه هذا الفجل الأحمر. وهذه عرانيس الذرع كلش نحبها. ان شاء الله فيديو جديد راح اشوفكم شلون احنا نسلقها بطريقه كلش سهله وبسيطه وتستوي حتى ما تتعبكم. اشتريت هذا المشمش الجاف همينه، احبه كلش طيب، اسوي عصير يعني كلش صحي. واشتريت هذا لبن العرب الطيب. شوفوا القشوة مالته ما شاء الله. طبعا هذا اخذته من محل عراقي. واشتريت همينتين حتى اسوي مربى، لانه راح يخلص بعد. هاي اخير ايام يعني للفواكه الصيفية راح تخلص. شوفوا هذا الشيء المميز اللي راح اشوفكم اياه، هذا الكبس. كلش احبه اني، يعني من كنت بالعراق اشتري ولقيته دربي. كلش احبه وكلش طيب. كيفت من لقيته. اشتريته الي طبعا. وهذا اللبن المنشف اللي اموت عليه اني. طبعا هذا المسواق كله اني سوقته من سوق السبت. عفوا. هذا الباذنجان اللي جنن. طبعا كملت مسواقي. قلت لكم اليوم المسواق كله عراقي. هذا العنب كلش طيب، هذا الناعم، ويعني يبقى فترة ما اعرف يعني بيميزه، يبقى فترة هواية كلش طويلة ما راح يخرب. وايضا اشتريت هذا الخبز العراقي اللي دام حاضر طبعا ويانا. كل عوائل العراقية مستحيل يستغنون عن الخبز. هسه راح ارتب الفواكه الخضروات اللي عندي حتى ادخلها للثلاجة. اني بنات محضرة يعني دولمة، محضرة سمك، راح نطلع سفرة. راح اخذكم المكان ويانا كلش حلو ان شاء الله. راح يعجبكم. خليكم وياي. طيبتم وطابت ايامكم بالخير والصحة والسلامة متابعيني الكرام. ان شاء الله تكونون بافضل واحسن حال. طبعا اليوم احنا طلعنا سفرة مثل ما وعدتكم اني. قبل كم يوم قلت لكم راح نطلع سفرة، وسويت دولمة وسويت زنود الست، هواي اكلات حلوة. طلعنا الغابات سامسون. مكان كلش حلو مثل ما تشوفون. راح ناكل ان شاء الله، نتغدى نغير جو ونرجع لكم. اتمنى الفيديو لهذا اليوم راح يعجبكم وينال اعجابكم. ولا تنسوني بالله كل اشتراك وتفعيل الجرس حتى تشوفون كل شيء جديد. خلي اشوف بالله ما اعرف اكو عجبني هنا في الشيء، ما اعرف هذا قلب حاطين على هاي الاشجار ما اعرف شنو. خلينا نصور بالله. لا يقولون حافظوا على النظافة. هاي لافتة. المكان كلش حلو وهدوء، هدوء مو طبيعي. شوفوا الغابات، شوفوا شلون قد مرتفعة ومشابكة الأشجار. شوفوا على مد البصر يعني قد ما تمشون هي هاي الغابات مستمرة. مكانات كلش حلوة.
هذا المكان اللي موجودين بتركيا واللي موجودين بمحافظة سامسون، موجود يم قريب على مول لوفليت، يعني مكان ارتفاع نصعد له بالسيارة. هاي تجي العوائل هنا، هواية اكو عوائل قاعد يشون، يعني مكان بعيد عن يعني مركز المدينة وداخلها، يعني واحد يحس بالهدوء والراحة. مكان كلش لطيف وجميل. هسه خلينا اول سمكة. طبعا اشتريت سمك سلمون كلش طيب. اشترينا سمشتين سلمون وحدة تشوبرا، راح نشويهن على الفحم، وانا مساوية جدر دول ما يجنن، وسويت زنود الست. هسه راح تشوفون الاكل اللي سويناه. شوفوا احنا مكملين دا نشوي. خليت طماطة وهذا قورة شاي، شوفوا متحضر ليجي الدور. إذا الفيديو عجبكم لهذا اليوم أتمنى ما تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس دعما إلي للاستمرار وللتواصل. إن شاء الله انتظروا من عندي فيديوهات كلش حلوة جديدة بجولات جديدة. أتمنى تعجبكم. وهذه سفرتنا مبدئيا بهذا الشكل. هذا السمك والخضروات والطرشي كلها مثل ما تشوفون. يعني بديت حضرتهن، وهسه راح أكمل باقي الأشياء. راح أكمل الدولمة. هسه خليتها على النار على الفحم حتى تحمى شوية، بين ما أجهز باقي الأشياء. خليكم وياي حبايبي. وهذه الدولمة قلبتها وصارت جاهزة بهذا الشكل حبايبي مثل ما تشوفون. هسه رتبت السفرة بهذا الشكل. أتمنى الفيديو مالتنا لهذا اليوم كان حلو وعجبكم بهذه الجولة البسيطة، وأتمنى ما تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى تشوفون كل شي جديد وياي ودعما إلي الاستمرار. ونلتقي أنا وياكم إن شاء الله فيديوهات جديدة. مع السلامة.